كنت ساعتها لابسة العباية، راح مقلعاني وقال لي يخرب بيت جمالك، حد يسيب القمر ده وينام؟ وراح حاطط ايده على وسطي وبدأ يبوس في كل مكان في وشي، خلى اعصابي ثابت وبقيت عاملة زي حتة الملبن في ايده. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. احكي لكم حكايتي النهارده، وان عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ حكايتنا النهارده. انا اسمي آية، عندي 25 سنة، متجوزة وعندي ولد عمره 4 سنين. كنت واخدة جوزي عن حب، كنا بنحب بعض قوي، لكن بعد الجواز ومشاغل الدنيا ومشاغل الحياة بعد عني تماما. بقى دايما يروح شغله الصبح ويرجع بالليل ينام، وكان بياخد اجازة يوم واحد بس اللي هو يوم الجمعة، وكان ساعات بينزل كمان يقضيه مع اصحابه. انا تقريبا ما كنتش ليا وجود في حياته نهائي، فكنت طبعا دايما متضايقة ودايما حزينة وزعلانة ان انا مليش مساحة عنده، يعني من شغله للبيت وينام، وبقت الحياة دايرة على كده. وبصراحة ما بقتش حاسة بوجود جوزي في البيت خالص، مع انه شخص كويس جدا، بس انا من جوايا حاسة اني عايشة مع حد غريب، مش جوزي اللي كنت بحبه. حكايتي بدأت لما شفت اعلان على النت عن نادي بيقدم اكاديمية للسباحة، فقلت كويس، الموضوع عجبني جدا، فحفظت رقم التليفون عشان لما يرجع جوزي اكلمه وابدأ ان انا اتخذ قرار ان انا اودي ابني للأكاديمية. جوزي رجع من الشغل وتعشينا، وقلت له ان انا عايزة اودي ابننا للسباحة. المهم سألني عن المصاريف بتاعتها، ولما قلت له على كل حاجة قال لي ماشي مفيش مشكلة. وتاني يوم اتصلت بالأكاديمية وقلت لهم ان انا عايزة احجز معاهم لابني. قالوا لي لازم تشرفينا علشان نسجل الاشتراك. وبعدها بيومين خدت الفلوس معايا ورحت لهم علشان عاملين التدريب ده في النادي كبير قوي، بيني وبينه حوالي ربع ساعة بالعربية. المهم دخلت النادي ورحت عند حمام السباحة وقلت لهم ان انا كنت جاية علشان اشترك. والمهم اشتركت وعرفت المواعيد بتاعتهم، كانوا يومين في الاسبوع. وبعد ما اشتركت لابني روحت البيت، جوزي كان رجع ساعتها من الشغل، وكنت مستناه يقول لي عملتي ايه، وللاسف حتى ما فكرش يسأل. رحت انا قلت له على فكرة انا رحت النهارده ومواعيد التدريب هتبقى يوم الاحد والاربع. قال لي معلش والله عندي مشاكل كتير في الشغل وبفكر فيها، معلش حقك عليا. قلت له لا ولا يهمك، وبيني وبينكم هو طبعا لا عنده مشاكل في الشغل ولا عنده اي حاجة من الحاجات دي، للاسف بقت دي طبيعته. ويوم الحد جه اللي هو ميعاد النادي، ودخلت عند حمام السباحة، كان في أمهات كتير قاعدين ومعاهم ولادهم، كانت الساعة 9 إلا ربع الصبح. المهم جه شاب عنده حوالي كده 25 سنة أو 26 سنة، معاه ورقة وفيها أسماء، بدأ ينده على أسامي الأطفال اللي موجودين علشان يقفوا قدامه، ونده اسم ابني. ورحت واخدة ابني وموقفاه في الطابور. لقيت المدرب بيقول لي هو مش صغير مش بيعرف يمشي؟ قلت له اه. قال لي خلاص بعد كده لما انده عليه هو يطلع لوحده. قلت له خلاص حاضر. حسيته شديد قوي كده في معاملته، وفي نفس الوقت كنت خايفة على ابني. المهم قعدنا نتفرج عليهم وهما بيتدربوا، بس كنت قلقانة قوي عليه. وبعد ما التدريب خلص رحت للمدرب قلت له انا عاوزة اقول لك على حاجة. قال لي اتفضلي. قلت له انا بصراحة خايفة على الولد، هو بقى قاعدة قلقانة. قال لي ما تخافيش. قال لي انتي اول مرة بتيجي هنا؟ قلت له اه اول مرة. قال لي علشان كده خايفة، انما بعد كده هتلاقي الموضوع عادي. قلت له بس بالله عليك تخلي بالك منه. قال لي حاضر ما تقلقيش. ومشيت وانا مبسوطة انه طمني انه عرف ابني وخلاص هيخلي باله منه. وبعد كده فعلا بقيت ملتزمة في الحضور ومش بفوت له التدريب الا لما يروح. وبقيت الاحظ ان المدرب بيعامل ابني كويس جدا، ولازم كل مرة وانا ماشية اسأل المدرب عامل ايه. وبصراحة ما كانش مقصر معاه خالص، بس حصلت حاجة ضايقتني قوي. قبل نهاية الشهر الاشتراك لقيت المدرب ده بيقول لي على فكرة انا اخر الشهر ليا هنا. قلت له ليه كده؟ ده انا ما صدقت لقيت حد مهتم بابني وبيعامله كده. قال لي معلش هروح نادي تاني، فانتي لو حابة تكوني هناك انا ما عنديش مشكلة،
بس المهم ما تعرفيش حد من الإدارة إني أنا قلتلك أي حاجة. قلتله خلاص ماشي، بس أنا معرفش أي حد هناك. قال لي متقلقيش أنا هكون معاكي، وهعرفهم كمان إنك قريبتي. هاتي رقم تليفونك كده، وأنا أول يوم ليا هروح هناك وهبدأ تدريب، هكلمك قبلها. قلت له خلاص اتفقنا، واديته رقم تليفوني وقال لي خلاص هسجله باسم مين. قلت له آية. راح رن عليا وأنا سجلت رقمه ومشينا، وبقيت مستنية يتصل بيا علشان أعرف هيبدأ فين المكان اللي هو التاني. بس كنت بلاحظ على الواتس بتاعه إنه كان بيحط حالات واتس رومانسية قوي، حالات رومانسية وجريئة قوي، بس كانت حلوة. بس ما كنتش بدخل أكلمه، كنت بتفرج عليها بس. المهم بعدها ب5 أيام كده لقيته بيتصل بيا وبيسلم عليا وبيقول لي إنه هيبدأ بعد يومين في المكان الجديد. وفعلا خدت ابني ورحت اشتركت في المكان الجديد، وكنت مبسوطة قوي إني شفته. معرفش ليه، مع إنه كان شخص عادي جدا بالنسبة لي، بس مع الوقت بقيت أحس بسعادة لما بشوفه. وكل يوم بقيت استنى الحالة اللي بينزلها على الواتس، مع انه في التدريب ما بيبانش عليه كده خالص من الحاجات دي، ولا حتى في كلامه معايا. لحد ما في يوم كان منزل حالة بس كانت اوفر شوية، فدخلت كلمته وقلت له اللي يشوفك في التدريب ما يشوفش الحاجات اللي انت بتنزلها على الواتس. قال لي التدريب حاجة وحياتي حاجة تانية خالص، في فرق ما بين شغلي وحياتي. قلت له لا عندك حق، انت متجوز؟ قال لي لا مش متجوز. قلت له بس الحالات اللي انت بتنزلها على الواتس دي جريئة قوي. قال لي هي مضايقاكي؟ قلت له لا بصراحة مش مضايقاني. قال لي طيب ايه رأيك في ذوقي؟ قلت له بصراحة حلوة قوي. قال لي بعد كده مش هنزل الحالات دي للناس وهبعتلك انتي طالما عجباكي. قلت له ماشي. وفعلا بقى كل يوم يبعتلي حالات رومانسية، 2 في حضن بعض وحاجات زي دي، وكل مرة كان بيبعتلي حالة أقوى من اللي قبلها. وكنت لما بروح التدريب وأنا قاعدة بتفرج بقيت ألاحظ إني على طول يفضل يبص عليا ومهتم بيا. وأول لما بروح البيت ألاقيه بيبعتلي إني كنت حلوة أوي النهاردة لما شافني، ويفضل يبعتلي في كلام حلو كتير قوي، خلاني بقيت أستنى كلامه معايا كل يوم. وطبعا كل يوم بنتكلم بعد ما جوزي بينام، بيفضل سهران معايا لحد الفجر، وعلاقتنا بقت حلوة قوي ببعض وبقينا أصحاب جدا. ومع الوقت علاقتنا بقت تتطور وكلامنا كل يوم بقى يزيد، لحد ما في يوم بدل ما كان بيبعتلي حالات رومانسية جريئة شوية لقيته بيبعتلي وبيقول لي أنا بعتلك حاجة عاوزك تقولي رأيك فيها. قلت له ماشي. قال لي الأول في حد عندك؟ قلت له اه جوزي. قال لي صحي ولا نايم؟ قلت له لا نايم في اوضته وانا قاعده في الاوضه التانية. قال لي طيب انا عاوزك توطي صوت الموبايل شويه. قلت له حاضر. وفعلا وطيت صوت الموبايل ولقيته بعت لي فيديو ما كنتش اعرف الفيديو ده عباره عن ايه. شغلت الفيديو ولقيت مدته 3 دقايق، وكان هو عباره عن فيلم 2 مع بعض وبيحصل بينهم علاقه. انا اول مره اشوف حاجه زي كده، كنت بتفرج وانا قلبي بيدق جامد واعصابي ثابت وتعبت قوي بعد ما شفت الفيديو ده. وما ردتش عليه ساعتها، لقيته بيقول لي ها ايه رايك؟ ما ردتش عليه برضو، مش عارفه اقول له ايه، كنت مكسوفه قوي. قال لي شكل الفيديو انه ذوقي يعني مش عاجبك. رحت رديت عليه وقلت له لا ذوقك حلو قوي، بس انا اول مره اشوف حاجه زي دي وبصراحه تعبت قوي لما شفتها. قال لي بس اني احلى الحالات اللي كنت ببعتها لك الاول ولا الفيديو ده؟ قلت له لا بصراحه الفيديو ده. قال لي خلاص بعد كده مش هبعتلك حالات وهبعتلك فيديوهات من دي، مش هبعتلك غير لما انت تعرفيني انك لوحدك. وقلت له ماشي. وبقى كل يومين 3 يبعتلي فيديو، لحد ما في يوم قلت له لا خلاص كفايه، انا مش قادره اتفرج، انا بتعب جدا من الافلام دي. قال لي مش انت متجوزه؟ قلت له اه متجوزه. قال لي طيب يعني جوزك عندك، يعني لو تعبتي هتلاقي جوزك. رحت ضحكت كده وقلت له بلا خيبه، هو جوزي فاضي؟ كل اللي شغله شغله وبس. راح قايل لي حد يسيب القمر ده كل يوم من غير ما يكون معاها؟ قلت له هو نصيبي. وبقى يطلب مني حاجات اول مره حد يطلبها مني في حياتي. لقيته بيقول لي
هو انا ينفع اشوفك زي ما جوزك بيشوفك؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اشوفك بلبس البيت. قلت له ليه، هو انت جوزي؟ قال لي يا ريتني كنت جوزك. قلت له ليه، كنت هتعمل ايه يعني؟ قال لي كنت تكوني كل يوم في حضني. وقلت له ده كلام. قال لي لا مش كلام، انت اصلا وحشاني، نفسي فيكي قوي، وفعلا نفسي اشوفك. وخلاني فعلا اتصورت، وكنت ساعتها لابسه ترنج بيتي وبعتله الصوره. عجبته قوي وقال لي يا ريتني كنت معاكي. قال لي هو انتي لما بتيجي تنامي مع جوزك بتكوني لابسه كده؟ قلت له لا طبعا، انا عندي قمصان نوم كتير قوي بس ما بقتش البسها لانه قليل قوي لما بننام سوا، فما بقتش البسهم. قال لي طيب تلبسيهم ليا انا وفرجيني عليهم بدل ما هما مركونين كده. تاني يوم لما جوزي نزل طلعت قمصان النوم من الدولاب وبقيت البس القميص واتصور بيه وبعتها له. ساعتها بعتله حوالي 6 صور ليا بقمصان النوم. لقيته قال لي بصي انا لازم اشوفك. قلت له ما احنا بنشوف بعض في التدريب. قال لي لا انا عاوز اشوفك بعيد عن التدريب. قلت له عايز تشوفني فين يعني؟ قال لي احنا عندنا عمارة جديدة بتاعتنا 10 ادوار وفي شقق كتير قوي فيها فاضية ومحطوط عليها بيبان خشب، ايه رأيك تجيلي؟ قلت له لا طبعا ورفضت اني اروح. لقيته زعل مني ومبقاش يكلمني لمدة 3 ايام. رحت مكلمه وقلت له ما تزعلش مني، بس انا عمري ما عملت حاجة زي دي ولا قابلت حد غريب في مكان لوحدنا. قال لي هو انت خايفة مني؟ قلت له لا مش خايفة، بس برضه ما ينفعش اكون في مكان مع حد غريب. انت بتبعت لي فيديوهات وانا ببعت لك صور بس علاقتنا بتبقى على النت. بس قال لي يعني انا مش وحشك ونفسك تشوفيني زي ما انا نفسي اشوفك؟ قلت له بصراحة وحشني جدا بس انا خايفة. قال لي ما تخافيش، انا هقولك على اسم واحدة ساكنة عندنا في العمارة، لو حد سألك وانتي طالعة بيقولي اني انا طالعة عند ام اسامة وبس، والموضوع بسيط جدا. قلت له ماشي، بس الكلام ده هيكون الصبح علشان جوزي يكون نزل على شغل ومشي. قال لي ماشي واداني العنوان. وساعتها ما كنتش عارفة اودي ابني فين واضطريت اني انا اخده معايا. ودخلت الشارع اللي ساكن فيه اتصلت بيه قلت له انا في الشارع بس معايا ابني. قال لي جبتيه ليه؟ قلت له انا مش عارفة اوديه فين مش هينفع اسيبه. قال لي ماشي ادخلي العمارة وانا هستناكي على السلم. طلعت لحد الدور الرابع. الدور ده كل الشقق اللي فيه كانت فاضية، مفيش ولا شقة ساكنة وكلهم مقفولين، وكل شقة عليها باب خشب. راح فاتح باب الشقة وقال لي تعالي. دخلت جوه انا وابني. كانت الشقة كلها او الشقة اللي انا دخلت فيها تحديدا كانت معمولة سيراميك بس مفيش حاجة حتى اقعد عليها. قال لي هاتي ابنك اطلعه فوق عندي. قلت له انت مفيش حد عندك؟ قال لي انا قاعد انا واخويا وهو نزل راح شغله، وراح واخد ابني وطلع شقته ونزل لي وقفل باب الشقة علينا. قلت له ابني بيعمل ايه؟ قال لي ما تخافيش، شغلت له كرتون على التلفزيون وقعد بيتفرج، ما تقلقيش عليه. وراح مدخلني الأوضة وقال لي تعالي. انا كنت ساعتها لابسة العباية. راح مقلعاني وقال لي يخرب بك جمالك، حد يسيب الأمر ده كله وينام؟ وراح حاطط ايده على وسطي وبدأ يبوس كل مكان في وشي، خلى أعصابي ثابت وبقيت عاملة زي حتة الملبن في ايده. من كتر اللي هو بقى يعمله انا ما بقيتش قادرة امسك نفسي وبقيت اضمه جامد قوي علشان يكمل. حاسة اني عاوزة اكتر من كده ومش عاوزة يبطل. كل حاجة عملناها كانت من على الهدوم وانا مرضتش اني انا اقلع اكتر من كده لاني كنت خايفة. وقلت له خلاص كفاية علشان خاطري، لاني كنت في نفس الوقت قلقانة على ابني لانه قاعد فوق لوحده وهو سمع كلامي. قلت له معلش انا قلقانة على الواد، هاتهولي وانا همشي. قال لي ماشي بس المرة دي ما تتحسبش.
وطلع جاب لي ابني من فوق، وخدت ابني ونزلت روحت البيت وانا مش على بعضي وعمالة افكر في اللي حصل. من كتر ما كان الاحساس معايا كنت بفكر انام ابني وارجع له تاني، لان حاسه اني مشبعتش منه، وفعلا اتعودت عليه. وبقيت بعد كده بروح له بعد ما دخلت ابني الحضانة. بقيت اروح لمدرب ابني كل يوم او كل 3 ايام في الشقة، وبقى يحصل بينا كل حاجة، بس انا كنت باخد برشام ساعتها عشان ما يحصلش اي حاجة بينا. كنت بروح له واستمتع وبس، لحد ما في يوم قعدت مع نفسي كده وفكرت في اللي بعمله ده، واني مش عاوزة اعمل كده تاني، وفعلا خدت القرار ده. ورحت مكلماه وقلت له على فكرة انا مش هاجيلك تاني، واللي بيني وبينك ده لازم ينتهي. قال لي ليه بتقولي كده؟ انا زعلتك في حاجة؟ قلت له لا بالعكس، انا ما حسيتش اني انا متجوزة ولا حسيت بأنوثتي اللي وانا معاك، بس كفاية كده، احنا عملنا كل حاجة مع بعض، فسامحني مش هاجيلك تاني. وفي الوقت ده اتخانقنا مع بعض بسبب اني مش عاوزة اروح له تاني، وفعلا قعدت شهر ما بكلموش ولا بروح له، وتقريبا قطعت علاقتي بيه، لحد ما في يوم لقيته بيكلمني وطلب مني ان انا اروح له. فطبعا انا رفضت. قال لي عموما انت اللي هتزعلي مش انا. انا استغربت من طريقة كلامه قوي، وقلت له يعني ايه اللي انت تقصده؟ قال لي ثواني كده هبعتلك حاجة. وهنا كانت الصدمة بالنسبة لي، لقيته بعتلي صورة من فيديو كان مصورهولي فيه. قلت له انت مصورني فيديو وانا كنت مأمناك على نفسي؟ قال لي انا كنت مصوره ليا علشان لما توحشيني اتفرج عليه، بس انت دلوقتي هتخليني استخدمه استخدام تاني. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت تفكري مع نفسك وتردي عليا. قلت له بس انا مستاهلش منك كده، انا وثقت فيك وامنتك على نفسي، وانت عايز تفضحني؟ قال لي وانا مش هسيبك وما اقدرش ابعد عنك. وساعتها انا خفت على نفسي قوي وعلى سمعتي، ورحت رايحه له الشقه اللي كنا بنتقابل فيها. قلت له يعني انا ينفع اللي انت بتعمله دوت؟ تصورني وانا معاك وفي الاخر انك تهددني بالفيديو؟ قال لي بصي انا عمري ما هعمل حاجه الا لو انت بطلتي انك تجيلي هنا. طول ما انت بتجيلي هنا انا عمري ما هعمل فيكي اي حاجه، اطمني. قلت له طب امسح الفيديوهات دي كلها وانا هجيلك ما تقلقش. قال لي لا انا مش همسح حاجه، اطمني محدش هيشوف حاجه ولا هبعت لحد حاجه طول ما انت بتجيلي هنا. وللاسف سمعت كلامه وبقيت اروح له الشقه في اي وقت ان هو يطلبني فيه. انا حبيت اللي بيعمله معايا، بس في نفس الوقت ما بقتش مطمنه وخايفه منه قوي، لا يعرف حد حاجه، وهو رافض خالص ان هو يمسح الفيديوهات دي. اما قايل لي طول ما انت بتيجي هنا انا عمري ما هاذيكي. ولحد النهارده انا بروح له لسببين، اولهم اني حابه علاقتي معاه، والحاجه التانية موضوع الفيديو اللي ممكن ينزل يوريه لاي حد، او ممكن حتى يوريه لجوزي ويأذيني. بقعد مع نفسي كتير علشان ابطل اللي بعمله معاه، بس حتى لو قدرت على نفسي بخاف انه فعلا يمكن يفضحني او يقول لحد او يوري اي حد الفيديوهات بتاعتي، لحد ما خلاني ان انا اندم اني حبيته. وكل ده بسبب جوزي اللي حارمني من كل حاجة، بسبب شغله. يا ترى مين هو السبب في الوضع اللي انا فيه ده؟ انا ولا جوزي اللي سايبني دلوقتي؟ انا بقيت اروح له غصب عني وقت ما هو يطلبني. بصراحة انا هتجنن، مش عارفة اتصرف ازاي ولا هعمل ايه. لحد امتى؟ مش عارفة اتصرف ازاي وهفضل في الوضع ده لحد امتى؟ اللي شايف ان المدرب ده ضحك عليا وما بيحبنيش وكان بيعمل كل ده علشان شهوته وبس يعمل اعجاب على الفيديو، واللي عنده نصيحة بدون تجريح تخليني احذف من عنده الفيديوهات باي طريقة يا ريت يقولها لي، وانا هتابع كل تعليق يجيلي. انتظروني في حكاية جديدة.